يختار ظلم ماشي اللي كيوقع، بل اللي كيسكت عليه الجميع. يوسف ما قدرش ينعس ذاك الليل. الكلمات اللي قرا في دفتر الأستاذ حمزة بقات كترن في دماغه. الحق كامل ليس نصفه. في الصباح شد طريق المدينة بعيدة فين ساكن المدير القديم. كان دابا راجل كبير في العمر عايش حياة هادئة، كأن الظلم اللي دار ما وقعش أصلا. يوسف طرق الباب، خرج المدير وهو متفاجئ. يوسف قال له مباشرة جيش كان الأستاذ حمزة. فجأة تبدل وجه المدير حاول ينكر كل شيء، قال بصوت بارد هاد القصة دازت عليها سنين ما بقى حتى شي دليل. ولكن يوسف خرج كتاب دكتور الاستاذ حمزه وحكى ليه كيفاش لقى الفلوس في المدرسه. المدير بدا كيرتعش وقال العربي هو اللي دارها ماشي انا. يوسف رد عليه ولكن انت اللي طلبتي منه. فجاه ريح ضربات بقوه في الشباك، والضوء في البيت بدا كيطفى ويشعل. المدير خاف وقال شنو هذا الشيء. يوسف هم